السلام على رسول الله ثم أما بعد. أهلا بيكم طلاب السلطان أحمد حمدي، ومعانا النهاردة تدريبات درس قارات العالم، الموقع والمساحة. تعال نتكلم على التدريبات، ومنساش ان انا اتكلمت عن 7 قارات، كل قارة بيحدها مين، كل قارة فيها ايه من المعلومات اللي ممكن تجيلي في الامتحان. طيب يا مستر، بالنسبة للتدريبات، ايه التدريبات اللي ممكن تجيلي؟ اقول لك يا سيدي هنحل مع بعض شوية تدريبات، ويمكن انا مش عايز اقول انا التدريبات كلها، انا عايزك يعني ايه، انا هسقط كل الاسئله دلوقتي او هعرض كل الاسئله مره واحده، وعايزك حضرتك تجاوب او يعني توقف الفيديو قبل ما انا ما اجاوب، وتبدا حضرتك تحل سؤال سؤال عشان اشوف حضرتك هل انت ذاكرت ولا لا. قيم نفسك. طب يا مستر يلا نشوف اهم اسئله الدرس. بدايه اول سؤال، سؤال اكمل. يحد قارة أوروبا من الشرق قارة مين؟ شرق قارة أوروبا، أقول له طبعا قارة آسيا. تتميز قارة آسيا، قلت لك وقف الفيديو وحل أنت وبعد كده ارجع شوف الحل هل مطابق ليك ولا لأ. تتميز قارة آسيا بكثرة الجزر مثل جزيرة اليابان والفلبين. على فكرة عندي برضو إندونيسيا منساش. 3. تتميز سواحل قارة نقط بكثرة التعريجات، طالما قال لي تعريجات يبقى قارة أوروبا. والجزر، بينما تتميز قارة نقط بقلة الجزر، قارة أفريقيا مفيهاش جزر كتير. يفصل استراليا عن جزر إندونيسيا بحر أرافورا. لو قال لي يحيط قارة القطبية الجنوبية من جميع جهات، أقول المحيط القطبي الجنوبي. تظهر قارة أمريكا الجنوبية في شكل أقرب إلى، أقول له المثلث. وهنا عندي مكتوب مربع، طبعا غلط، هنا الاختيار ده غلط، أقول له على شكل المثلث وليس المربع. تتشابه قارة آسيا وأفريقيا في مرور دائرة عرض، أقول له موجود دائرة عرض. الاستواء موجودة في قارة أفريقيا وموجودة في قارة آسيا، وأيضا السرطان موجود في قارة أفريقيا وقارة آسيا. تتشابه خلاص قارة. بعد كده ما المقصود بكل من المفاهيم الآتية؟ السؤال اللي دايما بيعمل صداع. موقع الفلكي قلنا هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. موقع الجغرافي قالوا هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. بعد كده الدول الجزرية هي الدول التي تتكون من جزيرة أو أكثر من جزيرة، أو قد تكون جزءا من جزيرة. طب يا مستر تعالى قول لنا يلا ايه الأسئلة اللي ممكن تيجي تاني. قال لي تعالى يا سيدي وبرضه وقف الفيديو حل يلا قبل ما انا ما احل وتشوف الحل بتاعي. تعالى نتكلم عن، جايب لي هنا سؤال جديد بيقول لي الموقع الجغرافي. انا عايز اعرف افريقيا شمالها مين، فانا هجاوب كأني سؤال اكمل يعني. فقال لي شمالا في قارة افريقيا البحر المتوسط، شرقا محيط الهندي والبحر الاحمر، غربا اقول له المحيط الاطلنطي. بعد كده عندي يقول لي الدوائر العرض الرئيسية التي تمر به. لما يقول لي دوائر العرض الرئيسية اقول له في افريقيا عندي مدار، انا عندي مدار السرطان ودائرة الاستواء ومدار الجدي. مدار السرطان في الشمال، الاستواء في الوسط، والجدي في الجنوب. القارة الوحيدة اللي بيمر بها 3 دوائر عرض رئيسية. بالنسبة للموقع الجغرافي لقارة آسيا، شرقا أو المحيط الهادي، غربا أو أوروبا والبحر المتوسط والبحر الأحمر بيمر بها الدائرة القطبية الشمالية. أمريكا الشمالية شمال المحيط القطبي الشمالي، غربا المحيط الهادي. ده عندي دائرة القطبية الشمالية، وعندي مدار السرطان بيمر في قارة أمريكا الشمالية، السرطان والدائرة القطبية الشمالية. لو جه قال لي سؤال صوب ما تحته خط في العبارات التالية تتمثل قارة العالم القديم في آسيا وأفريقيا، وأقول له عندي أوروبا. لو جه قال لي يحط قارة أفريقيا غربا، أقول له المحيط الأطلنطي، طبعا المحيط الإيه؟ أطلنطي. لو جه قال لي تمثل سواحل قارة أوروبا بالاستقامة، أقول له غلط،
تتميز بالتعريج. هو حاطط لك تحت الاستقامة غلط، فانت قول له التعريج. يوجد اكبر بحر مغلق في قارة افريقيا، اقول له لا ده في قارة اسيا. بعد كده تعتبر قارة أقيانوسية خالية من السكان، أقول له لأ ده قارة انتاركتيكا هي اللي خالية من السكان. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة وفيديو النهاردة وتدريبات درس الموقع والمساحة. تحياتي ليكم السلطان أحمد حمدي، ومستني تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.